السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في افضل حال. النهاردة هنعمل مع بعض طبق فول من الاخر، ينفع فطار غدا عشاء في اي وقت تاكليه. طبعا عندنا في مصر وخصوصا عندنا هنا في الصعيد مشهورين يا جماعة بالفول، دايما بنعمله على طول باستمرار. النهاردة هنعمله بطريقة حلوة جدا، وكمان هنحط له مكون كده يخليه يستوي معاكي اقل من 4 ساعات. تعالوا نشوف الطريقة عاملة ازاي. البداية بقى نصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مكونات الطبق الفول يا جماعة: معايا نص كيلو من الفول، نقعاه من قبلها بساعتين. أنا مش نقعاه من الليل، أنا بنقعه قبلها بساعتين وبستوي معايا وزي الفل. كمان معايا 3 معالق كبار من العدس الأصفر، و3 معالق كبار من الفول المدشوش، وكمان معايا بصلاية صغيرة، ومعايا قرنين من الفلفل الرومي، وكمان طماطميتين مقطعاهم قطع صغيرة. البداية بقى أنا ناقع الفول يا جماعة ساعتين، صفيته كويس، وبعد كده حطيت الفوالة بتاعتي على النار، حطيت له المية أول ما غلت كده بنزل على الفول بقى بديله غسلة يا جماعة بالمية السخنة. طبعا ده ضروري ضروري يا جماعة، ودي معلومة أنا خدتها من التجار كده اللي بيخزن الفول، لأن بيحطوا له مواد كيماوية، فلازم تغسليه بمية سخنة قبل ما تحطيه في الفوالة بتاعتك وتسويه. عندنا واحد جارنا عنده أرض وبزرع فيها الفول، عشان يقعد معاه مدة طويلة فلازم نحط له مواد كيماوية كده تخليه يقعد أطول وقت عنده. فعشان كده لازم ضروري تغسليه بمية سخنة قبل ما تحطيه في الفوالة بتاعتك وتحطي له الإضافات بتاعتك. غسلته مرتين بالمية السخنة وصفيته كويس، حطيته في الفوالة بتاعتي، وبعد كده حطيت عليها الفول المدشوش وباقي الإضافات يا جماعة. إضافاتي بقى زي ما قلت في البداية: 3 معالق كبار من الفول المدشوش، و3 معالق كبار من العسل الأصفر، وكمان طماطميتين مقطعاهم قطع صغيرة، وبصلاية صغيرة تقطيها قطع صغيرة، وكمان قرنين فلفل رومي تقطيه برضو قطع صغيرة. عايزة أقول لك طعم البصل في الفول بدي طعم حلو جدا، ممكن تستغني عنه تحطي توم، بس أنا بحط بصل بخلي طعمه حلو جدا. كمان الفول المدشوش لو ما عندكيش ممكن تستغني عنه. لو نقعت الفول من الليل كده هيبتدي يطرى معاكي، جيبي منه معلقتين كبار او 3 وقشريهم، هتستغني كده عن الفول المدشوش، وتحطي من الفول نفسه من النص كيلو كده تاخدي 3 معالق كبار وتقشريهم على جنب. يا جماعة ميزة الفول المدشوش في الفوالة بتدي كده بيربي معاك الفول. فلو مش عندك الفول المدشوش ولا ما اشتريتيش، لا من نفس الفول ممكن تحطي. حطيت كل الإضافات بتاعتي، وكمان حطيت نص ليمونة كبيرة، لو عندك ليمون صغير حطي واحدة كده اقسميها نصين، بتخلي لون الفول حلو جدا وكمان طعم حلو جدا. كمان حطيت معلقة صغيرة من السكر، وكمان أنا ما صورتش ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. عايزة أقول لك بتخلي الفول يستوي في مدة قياسية يا جماعة. ما تصورش معايا ربع المعلقة البيكنج باودر، بس ضيفوها وعلى ضمانتي هتخلي الفول أقل من 4 ساعات يستوي معاكي، وخليه زبدة يا جماعة. الأول خليته يغلي على النار، وبعد كده نقلته على السخان بتاع الفول. طبعا عندنا الأنابيب ب350 جنيه، فأنا مش هخلص أنبوبة على الفوالة بتاعتي، وعندي السخان حطيته على سخان الفول يستوي معايا في أقل من 4 ساعات يا جماعة. استوى زي ما انتم شايفين كده وبقى زبدة وزي الفل. كمان ممكن تضيفي له لو عندك جزر، بيعزز كده اللون وخليه أصفر، وكمان بيديله طعم حلو جدا. لو حابة تستغني عن أي إضافات من الإضافات اللي احنا حطيناها ممكن تستغني عنها، ممكن تستغني عن البصل أو الفلفل الرومي أو الفول المدشوش أو العدس. أي إضافات مش عندك مش هنوقف عندها يا جماعة، لا هنستغني عنها ونعمل الفول بتاعنا وبطريقة حلوة جدا.
زي ما انتم شايفين كده الفول بتاعي استوى في وقت قياسي يا جماعة، أقل من 4 ساعات. أنا حطيته الساعة 9 الصبح، على الساعة 12 كنا متغدين منه، واستوى وبقى زبدة. أول ما بنزله كده بديله نص تكسيرة بالمفركة بتاعتي، بحط له بقى الكمون والملح والكزبرة وعصرة الليمون والزيت، وزي ما انتم شايفين كده بالإضافات بتاعتي طعمه حلو جدا. وكمان ما تنسوش المعلقة الصغيرة من السكر وربع معلقة من البيكنج باودر اللي هيخلي لك الفول زبدة وزي الفل. ممكن تستغني عن البيكنج باودر وتحطي ربع معلقة بيكربونات الصوديوم، كمان بيخليهولك زبدة. أتمنى فيديو النهاردة يعجبكم وطريقتي في الفول تعجبكم، وأشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.